واحنا قاعدين بنشرب كوبايه القهوه ديت هنقعد نتكلم عن بعض يعني فاهم الحاجات اللي الواحد بيحاول ينجز لها او يسعى لها. لو ساعات الواحد بيشوف الفرصه اللي قدامه، بس هل ليه مش عارف ينتهز الفرصه؟ هل الفرصه فعلا مناسبه ليه ولا لا؟ فاهم؟ المشكله احنا شباب مفيش حد كتير بيوجهنا اننا يقول لنا مثلا هل احنا صح ماشيين صح ولا لا، هل الاهداف بتاعتنا صح ولا لا. المشكله الدايره اللي حوالينا على طول، حتى لو الاهداف بتاعتك بتبقى انت عايزها، مش بتلاقي الدايره اللي حواليك بتعمل نفس الاهداف. ايا يكن مثلا انت بتتعلم مهاره جديده، الناس اللي حواليك مش بيتعلموها او مش ملمين بيها، فلما تيجي تقول لهم مثلا انا بادئ اتعلم، ندي مثال مثلا انا جاي اتعلم ماركتنج مثلا تسويق، تيجي يقولوا لك التسويق ايه يا عم، ده بتاع هلس والكلام ده. طب انا شايف في فرصه قدامي، في ناس فعلا بتجيب فلوس منه، طب ليه انا ما اتعلمهوش؟ يعني انا واخدها حرفيا مبدا في حياتي الحمد لله، طالما الحاجه مش بتغضب ربنا، وتاني حاجه مش هتاثر مستوايا بعد كده، هو خلاص يا باشا هقدم فيها كده كده مش خسران. احنا كشباب دلوقتي احسن وقت الواحد فينا انه يستثمر في وقته، وانه يبدا يشتغل فعلا، ان هو مثلا يبدا كل حاجه يجربها. احنا جايين نجرب يا باشا، فاهم؟ انا شفت مره بوست بيقول لك انا عندي 20 سنه لسه ما عملتش اي حاجه وحاسس اني تايه. 20 سنه يا باشا ايه؟ 10 سنين اصلا كلها ضايعه، لحد 6 ابتدائي كلها ضايعه، تقعد 5 سنين عقبال اصلا ما تبقى سن المراهقه. انت مفيش حاجه ضيعتها يعتبر، لسه بدري. افترض انك عشت لحد 60 سنه، انت قدامك كتير جدا، اللي هو او ماي جاد، انت فاضل لك لسه قدامك 40 سنه تقدر تجرب. بس دلوقتي احسن وقت حرفيا الواحد ياخد فيه الريسك. اكتشفت ده هو لما باجي اتعلم مهاره، حتى لو حاسسها مش اللي هي، يعني مثلا انا دلوقتي بتعلم مهاره الصراحه تحليل البيانات، فانا واخد كورس والكلام ده، فحاسس مش اللي هي اللي انا عايزها او الكارير بتاعي. طب انا كده خسرت حاجه، ممكن خسرت شويه فلوس او حاجه، بس خلاص فاهم، انا كده اكيد انا اتعلمت منها حاجه ممكن بعد كده استفاد منها. بس فعلا هو ده اللي بيعطل الشباب كتير، انهم هم قدامهم مهاره، لا انا لازم يبقى معايا البرفكشن او اللي اسمها دي، خلاص انا لازم مهاره واحده بركز فيها والكلام ده. يا باشا ماشي، عشان تتعلم فعلا مهاره، الجزء الحقيقي عشان ما فيش حد كتير بيتكلم عليه بالاخص للشباب، عشان الناس الكبار هم اللي بيتكلموا كلام، عندهم خبره، عندهم توازن اكتر. احنا عندنا اكستريم اكتر، عايزين فاهم نغامر وكل حاجه شايفينها ترندي ترندي ترندي. فايه مثلا انا دلوقتي شايف التسويق الالكتروني جايب جدا مثلا، او طلع ترندي او الكلام ده. باشا ناخد التسويق الالكتروني ديجيتال ماركتنج، اخده 6 شهور اتعلمه يا باشا. بعد ما اتعلمه اشوف هل هيبقى مناسب ولا لا. حلو بقى مناسب، خلاص ما اقعدش مثلا ايه اخد تسويق شهر، امن سيبراني شهر، تحليل البيانات شهر، والكلام ده اسمه عك. وانت فعلا مش هتستفاد اي حاجه في الاخر. انت بتقول مثلا عايز تجرب الكلام ده، تتجرب فعلا في 6 شهور، عشان في 6 شهور انت المفروض تبني شبكه علاقات، لو انت دخلت كورس او لا، فهمت الدنيا ماشيه ازاي، المايند سيت بتاعت اصلا المجال اللي انت داخله ماشي ازاي. عشان كل مجال ليه المايند سيت بتاعته، وليه العقليه بتاعته، وليه طريقه التفكير. فعلشان كده فاحسن مده 3 شهور ل 6 شهور انك تتعلم تمسك في مهاره واحده بس. نعم تبقى في مغريات كتير، يلا تنطط من هنا تنطط من، لا ركز يا باشا في المهاره دهيت، وبعد كده كل حاجه هتيجي. الموضوع مبهم، هل في فرص ولا لا؟ يقول لك بقى الذكاء الاصطناعي هيحل والكلام ده. الذكاء الاصطناعي طبعا طول والكلام ده ممكن يحل بعد كده، فاهم؟ اللي هو مثلا يجي 6 سنين. لو انت تركز دلوقتي على المهاره، لازم حتى كمان مهما يكون، حتى لو الذكاء الاصطناعي هيحل المجالات، يعني هيشيل المجالات كلها، بس انت لازم يبقى عندك المايند سيت عامه. انت المايند سيت بتاعتك عكس البني ادم العادي، لو مش بتتعلم المهاره دي بتتعلم مهاره مثلا محاسبه، ليه المايند سيت بتاعت المحاسبه ومركز في المحاسبه بتاعته. فانت ما ينفعش مثلا تقارن بتاع محاسبه بتاع تسويق الكتروني، ده مثلا ليه حاجه وليه طريقه تفكير، وده ليه تفكير كشغل كمعاملات كعلاقات بيبنيها والكلام ده كله. فانت التركيز بتاعك كله انك تمسك المهاره، تتعلم يا باشا فيها من 3 ل 6 شهور بس. بعد تيجي بقى زي ما تيجي، فاهم؟ اللي هو بقى خلاص حسيت الموضوع بقى صعب والكلام ده، خلاص انت مش ضيعت حاجه تقول ضيعت 6 شهور والكلام ده. انت عارفين ما ضيعتش، انت ما بتعرفش اصلا بعد كده التسويق مثلا هتستفاد منه في ايه. مليون في المية هتستفاد منه، بس انت ما بتعرفش امتى، فاهم؟ مش شرط انت تكون عارف انت عايز ايه دلوقتي. احنا للاسف احنا بنبقى عايزين، فاهم؟ عايزين فلوس بسرعه والكلام ده. فللاسف عشان انت تعمل فعلا فلوس حقيقيه ومصدر دخل ثابت على طول، مش لازم تبقى بقى تشتغل في وظيفه من 9 ل 5 والشغل الكلام ده ده ممكن عادي تفتح البيزنس بتاعك، بس انت لازم تبقى عندك الاساس، فاهم؟ مثلا ما تروحش تفتح بيزنس ماركتنج ايجنسي مثلا والكلام ده وانت اصلا ما عندكش المايند سيت بتاعت الماركتنج. انت تبقى زي مسؤول على الكونتنت مثلا والكلام ده، تبقى تركز على ايه والكلام ده. فانت لما تيجي تشتغل في الحاجه زي كده، حتى لو اشتغلت فيها فريلانسر هتفرق معاك طبعا. هيبقى في طبعا مصدر دخل، هتبقى في علاقات، هتبقى عارف المايند سيت شغاله ازاي. لو فكرت تعمل سكيل اصلا للبراند بتاعك، تقدر فعلا حرفيا
انت خلاص عندك المايند سيت، انت تشوف الناس اللي قريبه منك معاهم السكيلز اللي انت مثلا محتاج، عايز فيديو اديتنج ولا حاجه، ممكن تلاقي ابن عمك، ممكن ابن خالتك عنده المهاره ده، او حتى ممكن صاحبك تقول له بص انا عايزك تعمل لي شغل والكلام ده، 1 2 3 وانا نظبط مع بعض والكلام ده. هي علاقات، فاهم؟ فهي دي عشان احنا للاسف عايزين الحاجه بسرعه، يعني خلاص احنا اتعلمنا، يلا بقى امتى نشتغل، امتى مش عارف ايه، لازم بهدوء شويه، لازم نعمل استقرار. مهما يكون كل المجالات متشبعه، كل مجال حرفيا هتخشه هتسمع الجملتين دول، المجال متشبع مستحيل تلاقي فيه فرصه شغل، مجال متشبع مش هتلاقي فيه فرصه شغل. يا باشا انت اللي بتعمل نفسك فرصه الشغل. صناعه المحتوى بص، صناعه المحتوى دي متشبعه بشكل الناس كلها بتقول عليها متشبعه. انزل في الشارع اتحداك مثلا في الشهر او في الشهرين انك تشوف اصلا بلوجر ولا فلوجر ولا انفلونسر، الناس اللي بتقول عليهم، او صناع محتوى اصلا، نادرا نادرا لما بتلاقيه. انت بعد ما تعمل الحاجات دي كلها لازم تركز على نفسك. بعد كده استقريت على المجال، ممكن حرفيا ممكن من اول سكيل تتعلمها تحبها يا باشا، ممكن تحبها خلاص، انا هي دي السكيل اللي انا شايفها مناسبه ليا ومناسبه لشخصيتي. وممكن ما تبقاش هي، عادي، فاهم؟ احنا كده كده لسه بنتعلم، لسه بنشوف، واكيد دي هتفتح على بعض وممكن تساعدني بعد كده اهو. فانت مش عشان اتعلمت مهاره وضاعت منك تبقى خلاص. هي دي اللي انا كنت عايز اقوله، علشان فعلا اكتشفت في شباب كتير جدا بتبقى ضايعين في الحته ديت، وانا من ضمنهم. حرفيا قعدت اتنطط من التسويق، رحت الامن السيبراني قعدت فيه 3 4 شهور، ايه شهر، وكنت دخلت على السيلز قعدت شهر برضه، قعدت اتنطط، حاسس في الاخر مش مستفيد اي حاجه حرفيا. فدلوقتي انا مركز على مجال تحليل البيانات. فالمجال ده هو الصراحه اللي شايفه ليه فرصه بالنسبه لي، ممكن بالنسبه لك ما تبقاش اصلا هي مناسبه ليك، عادي. كل واحد اصلا كلنا بني ادمين مختلفين، انت مؤمن نفس البطن ونفس الشكل وكل حاجه، بتبقى كل واحد طريقه مختلفه. بس انت اختار المهاره واقعد اتعلم منها 3 6 شهور وركز عليها وابذل جهدك، حتى لو ما لقيتش نتيجه وعادي كده اهوت. وان ليس للانسان الا ما سعى، انت عليك السعي بس، والنتيجه دي بتاعت ربنا. معرفش ممكن تفتح لك فرصه شغل تاني، ممكن اصلا بعد ما تتعلم مهاره تاني او مهاره تاني تشتغل بالمهاره التانيه، وانت مثلا في الشغل ولا حاجه تبقى محتاج المهاره الاولانيه اللي انت محتاجها، ما تعرفش، فاهم؟ كله انت عارفين احنا بنتجمع نولج، احنا لازم نبقى فاهمين في كله. حلو انك تبقى ملم بكل حاجه بس مركز على حاجه واحده، لازم تهدى وما تتسرعش، واختار المهاره بحكمه، وشوف المهارات اللي عليها طلب طبعا. وممكن تقدر تشتغل فريلانسر لو مش عايز تشتغل 9 ل 5، وانا الصراحه ارجح كده جدا. ممكن تفتح بيزنس، ممكن تعمل كل حاجه، مش شرط عشان حد عمل تبقى المجال متشبع، كل المجالات ليها فرص، بس اللي بيخلق الفرصه بتاعته في البحر.